السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أصحابي، عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء دروس وأفكار وتعليم. النهاردة هنكمل مع بعض الفانوس الجميل ده. بسم الله. وقفنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت عند الغرزة اللي احنا عملناها سباع على 2. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل خماسي على 2 وخماسي على 1 بالتبادل، خماسي على 2 وخماسي على 1 بالتبادل. تمام. في البداية ما ننسوش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش يا حبايبي يا أصحابي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. هنا احنا دخلنا في الخرزتين اللي هما تحت منهم خرزة، واحنا عايزين نعمله خماسي على 1. هندخل قد ايه علشان خاطر يبقى خماسي؟ هندخل 3. عملناهم بالترتيب ده: ابيض وبينك وابيض. ايه الحلقة اللي بعدها عملناها ازاي اهوت يا اصحابي؟ عملناها مكان معنا الخيط طالع من الخرزة دي، دخلناها في واحدة اللي بعدها، وهو خماسي على 1 محتاجين 3 علشان خاطر يبقى خماسي على 1. احنا معانا على الخيط خرزتين، هنحط 2 بنك من فوق وواحدة بيضة نازلة عمودية. تمام. هنحط الدور اللي بعده برضو، الدايرة اللي بعدها هتبقى خماسي على 2. هنحط قد ايه معانا؟ تلات خرزات على الخيط، هنحط واحدة بينك وواحدة بيضة عشان تبقى عمودية، ونرجع في آخر خرزة وناخد الخيط ونشد جامد يا أصحابي يا حبيبي. هكمل لكم الصف ونرجع إن شاء الله. ورجعت لكم بعد ما كملت السطر بحاله، وفاضل آخر غرزة. الخيط طالع معانا من الغرزة دي اهو، وعملنا آخر دايرة خماسي على 2، يبقى المرة ده يبقى خماسي على 1. هنخش في الخرزة النايمة وبعد كده الخرزة العمودية اهو يا جماعة. أظن الشرح مبين كل حاجة قدامكم. هنحتاج 2 بنك، وهنعمل ايه بقى علشان خاطر احنا الخيط خلص معانا؟ هنزود الخيط البنك ده علشان هو الخرز البنك ده اسفة، علشان هو خاطر يعني الخرم بتاعه ضيق شوية. لما كانت العقدة بتيجي في قلب الخرزة كان يعني بيتعبني، ما كانش بيخش الخيط بسهولة. فانا قلت قبل ما ادخل بقى العقدة هدخل الخيط الجديد، وحبيت ان انا اعملها معاكم علشان خاطر ايه اللي ما عرفش الحتة دي يستفاد. واستعنت بطبعا اسناني اسفة، استعنت باسناني علشان خاطر نشد السطر كويس. وكده احنا بقى هنبدأ سطر جديد، بس الاول هنتوه اللي هو الخيط اللي طالع من السطر ده اللي هو الصغير، هنتوهه في الخرز اللي قبل كده اللي هنشتغلنا علشان خاطر يبقى الشغل متين معانا. بقى في الخرزة اللي فرح منها، في الخرزة اللي تحت، في الخرز اللي هو مشتغلناه في الدور اللي قبل كده علشان الشغل يبقى متين معانا. تمام كده احنا توينا الخيط بقى معانا، والخيط طالع من الخرزة دي. تمام. السطر اللي بعده بقى هيبقى ثماني على 3. هيبقى ثماني على 3. انا بوضح لكم اهوت في الفانوس اهوت، خليكم معانا يا رب الشرح يكون واضح. هيبقى ثماني على 3. هنخشوا في ال3 اللي هما يبقى عاملين زي الطبق دول، هنخشوا في ال3 اللي هما عاملين زي الطبق، عاملين زي الطبق كده مايلين جايين على بعض. تمام. هنخشوا في الخرزة دي اهو. تمام. شوفوا زي ما بوضح لكم كده يا حبايبي، يا رب الشرح يكون واضح. ولو في اي مشكلة في الشرح او كده اكتبوا لي في التعليقات يا حبايبي، ونستفاد ان شاء الله من بعضنا ان شاء الله باذن الله. اهو احنا دخلنا في الخرزة دي والخرزة دي اهو اللي زي الطبق ده يا حبايبي يا اصحابي.
دخلنا في التلاتة اللي هما عاملين زي الطبق دول يا حبايبي، وهو دور ثماني على تلاتة. احنا معانا تلاتة، هندخل كام علشان خاطر يبقى 8؟ هندخل 5، واحنا هنشتغلهم كلك بالخرز البنك. ادي 1 2 3 4 5. هنخش في اخر خرزة وناخد نسحب الخيط اهو، شوف، ونعقد العقدة جامد. الدايرة دي هتبقى واسعة شوية، محتاجين ان احنا نشد الخيط جامد علشان خاطر يبقى ايه الشغل متين معانا. تمام كده الخيط طالع من الخرزة دي. هنخش في التلاتة اللي بعد منهم اللي عاملين زي الطبق. في ادي واحدة جنب التانية على طول، والواحدة اللي طالع من جنبها من تحتها واحدة. تمام، والواحدة اللي فرع منها برضو اللي طالع من جنبها واحدة. تمام، هنظبط الخيط ونظبط شغلنا، وهنحطه كام معانا كده 4 على الخيط. هنحتاج كام 4 علشان خاطر يبقوا 8. هو الصف قلنا كله ان هو بينك، هنحطه 4 بينك. تمام، وهنكمل الصف كده ونرجع لكم بعد ما نخلص الصف. كده احنا بنرجع في اخر عقدة اهوت، في اخر خرزة، وهنعمل العقدة ونشد ونرجع لكم بعد ما نكمل الصف ان شاء الله. كده يا صحابي احنا كملنا الصف ورجعت لكم في اخر غرزة علشان خاطر نقفلها مع بعض. طبعا الخيط طالع من عندنا في الخرزة اللي هي العمودية، هنخش في الثلاث خرزات اللي هما النايمين دول، الثلاثة دول، وهنخش في الخرزة العمودية اللي واقفة من السطر اللي قبل كده. تمام، يا رب الشرح يكون واضح. هنخش في العمودية دي شوفوا الخيط طالع اهو ما شاء الله. هنحطه كام كده، احنا معانا 4، كده معانا 5 علشان دخلنا في الخرزة اللي قبل كده. هنحتاج 3 علشان خاطر يبقوا 8. ادي 1 2 3 دخلناهم كده، وهنخش في اخر خرزة ونعمل الايه العقدة ونربط. بعد كده نعقد جامد. بعد كده الدور اللي بعد كده هيبقى عبارة عن ايه، عايزين بقى ان احنا ايه نلم الشغل شوية. الدور اللي بعد كده بقى هيبقى رباع على 1 خماس على 2، رباع على 1 خماس على 2، وهنمشي السطر كله رباع على 1 خماس على 2، بحيث ان هو هي ايه هيلم الشغل شوية معانا. يعني السطر ده يعتبر زي السطر اللي قبل البطيخة شوية، اللي هو قبل الثماني على 3. فاحنا هنخش في اول غرزة كده، اول دايرة كده، ونعمل اول حلقة. هنشتغله بالابيض، خلاص مش هنحطه بينك بقى، هنحطه 3 ابيض علشان احنا دخلنا في الخرزتين اللي هما البنك اللي تحت دول. اشتغلنا 3 ابيض ودخلنا في اخر غرزة. هنعمل بعد كده الرباعي على 1، الرباع على 1. هنخش في غرزة ومعانا خرزتين على الخيط، هندخل خرزتين كمان ابيض ونعمل العقدة. هنخش في اخر غرزة في اخر خرزة ونعمل العقدة، وهنمشي على كده خماسي على 2 رباع على 1 ونكمل السطر ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني يا اصحابي بعد ما كملنا الصف اللي هو خماسي على 2 رباع على 1، ورجعنا لكم في اخر غرزة علشان نقفل السطر معانا سوا. هنخش الخيط طالع معانا من الغرزة اللي هي الوفة دي، هنخش في الغرزة النايمة اللي هي البنك. تمام، والخرزة اسفة، والخرزة البيضاء اللي هي الواقفة برضو علشان خاطر نمسك السطر ببعضه. تمام، هنحتاج كام خرزة احنا كده معانا. الدايرة دي عبارة عن رباعي على 1 واحنا معانا 3. هنحتاج خرزاية واحدة اللي هي بيضة، هنحط ادي خرزاية 1 وهنخش فيها بالخيط اللي هو دخلنا فيه، ونعمل الدايرة وناخد الخيط من الناحية التانية ونربط جامد. هنشتغل ونربط جامد ونشد تاني جامد. هنشتغل السطر اللي بعد كده هيبقى سداسي على 2، سداسي على 2. هناخد الخرزتين اللي تحت منهم واحدة
سداسي على 2. خلصنا احنا طبعا الدور الخماسي على 2 والرباع على 1 بالتبادل. هنخش في السداسي على 2 اللي هو عملناه في أول شغل خالص، اللي هو الفانوس، اللي هو القاعدة بتاعت الفانوس. هنعمل سداسي على 2. تمام. هنخش في الاتنين اللي هما تحت منهم خرزة. ادي الخيط طالع من الخرزة دي، هنخش في الخرزة اللي جنب منها اهوت، طالع من تحتهم خرزة. تمام. كده احنا معانا 2. هنحتاج قد ايه علشان خاطر يبقى معانا 6. هنحتاج 4. كده 1 2 3 4، 3 وكده 4. ودخلنا في اخر خرزة علشان خاطر نعمل العقدة ونشد جامد الخيط، وهنكمل السطر كله سداسي على 2. ونرجع لكم بعد ما نخلص السطر عشان خاطر ما نطولش عليكم وقت الفيديو. بس احنا كده معانا خرزة في الخيط. هنخش في الاتنين اللي تحت منها النايمين، هيبقى معانا 3. يبقى هنحتاج ان احنا ندخل 3 خرزات بس في انك هنكمل السطر كله. هنخش في الخرزتين النايمين والخيط طالع معانا من خرزة، يبقى احنا كده معانا 3. يبقى احنا نحتاج 3 علشان خاطر نكمل السطر. وهكمل السطر معاكم، وهيبقى كله هيكمل السطر وهيبقى كله ابيض، وارجع لكم علشان خاطر وقت الفيديو. ورجعت لكم بعد ما كملت السطر اللي هو سداسي على 2. الخرزة طلع معايا من الخيط، طلع معايا من الخرزة الواقفة دي. هنخش في الاتنين النايمين والخرزة اللي هي احنا حطيناها اول خرزة خالص في السطر، هنخش فيها اللي هي الوقفة البيضة دي. تمام. هيبقى كده معانا 4 على الخيط. هنحتاج كده علشان خاطر يبقوا سداسي هنحتاج 2. وهنخش في اخر خرزة ونعقد العقدة. بعد كده السطر اللي بعده هنحتاج ان احنا نقفل الفانوس شوية. هنعمل خماسي على 2. خماسي على 2. هنيجي في الفانوس اللي احنا بنعمل فيه اهوت. الخرزة طالعة معانا من الخيط طالع معانا من الخرزة دي، بس الخيط مش هيكفي، فاحنا هندخل خيط جديد، هندخل فيه الخرزة دي. تمام. والخرزة اللي تحت منها اللي فرح منها اللي طالع من تحتها خرزة. تمام. اظن اصحابي انتوا عرفتوا ازاي احنا بنشتغل الخرز. ما بنخشش في الخرز اللي فرح منها اللي هي معاها في نفس الدايرة، لا احنا بنخش في الخرزة اللي هي في الدايرة اللي جنب منها اللي طالع من تحتها خرزة. كده احنا دخلنا الخيط اهوت، والخيط بقى مظبوط معانا علشان خاطر بقى نعمل خماسي على 2 اهو. تمام. وتوهنا برضو الخيط اللي كان فاضل معانا علشان خاطر ننضف الشغل بتاعنا اول باول. دخلنا كده في الخرزتين اهو. تمام. واحنا قلنا السطر ده هيبقى خماسي على 2. يبقى احنا محتاجين قد ايه؟ احنا معانا 2، يبقى احنا هندخل 3 علشان يبقى خماسي على 2. ادي كده خرزة، وادي كمان واحدة، وادي 3. كده بقى معانا 3 اهمت يا حبايبي. وهنشتغل السطر ده عبارة عن ايه؟ هنخلوه في حتة بينك كده، خرزة بينك، يعني هنخلوه من فوق يبقى فيه سطر بينك كده. تمام. هنخش بواحدة بيضة وواحدة بينك وواحدة بيضة، واحدة بيضة وواحدة بينك وواحدة بيضة. الدايرة اللي بعدها هنخش في الاتنين اللي جنب منهم برضو اللي طالع من تحتهم واحدة، هيبقى خماسي على 2. والخيط معانا اساسا طالع من الخرزة اللي هي الوقفة. تمام. يبقى احنا كده معانا على الخيط 3 خرزات، معانا على الخيط 3 خرزات. يبقى احنا محتاجين 2، انها تبقى عبارة عن واحدة بينك وواحدة بيضة علشان البنك تبقى بتكمل السطر معانا. ونعقد العقدة ونكمل السطر ده ونرجع لكم. كده احنا كملنا السطر اللي هو الخماسي على 2، وجينا في اخر دايرة علشان خاطر نقفل السطر ببعضه. احنا كده هنخش الخيط طالع معانا من الخرزة الوافة، هنخش في الخرزة النايمة اللي جنب منها، والخرزة اللي في الدايرة اللي قبل منها برضو اللي طالع من تحتها واحدة، والخرزة البيضة العمودية اللي احنا دخلناها اول واحدة في السطر.
وكده احنا معانا كام خرزة؟ معانا 4 خرزات على الخيط. محتاجين قد ايه علشان خاطر يبقوا 5؟ محتاجين واحدة اللي هي البنك اهوت عشان خاطر نقفل السطر ونعمل عقدتنا. تمام. نحاول ان احنا نشد ونظبط الفانوس. بسم الله ما شاء الله، تنسيق يعني فرحانة جدا، تنسيق الالوان طلع جميل جدا. هنخش بعد كده هنعمل رباعي على 1 علشان خاطر نلم الشغل شوية. كده انا عملت السطر اللي هو رباع على 1. انا عملته معاكم قبل كده اللي هو من تحت في الفانوس، فانا يعني عملته مع نفسي عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش، ورجعت لكم في اخر حلقة. احنا كده الخيط طلع معنا من الخرزة البيضة اللي هي الواقفة دي، دخلنا في البنك النايمة ودخلنا في البيضة كمان اللي واقفة برضو اللي قصاد منها. هنحتاج خرزة بنك كمان علشان خاطر يبقى كده 4، ونخشوا فيها تاني، نرجع فيها ونعمل الدايرة ونعمل العقدة ونشد الخيط. بعد كده السطر اللي بعد كده هيبقى عبارة عن خماسي على 1. هنبدأ ان احنا نوسع الشغل تاني، يبقى خماسي على 1. واحنا هنا هنعمل الخماسي على 1 باللون البنك كله، هيبقى كله لون بنك. احنا معانا على الخيط خرزة، هندخل كام؟ هندخل 4 علشان خاطر يبقى خماسي. 1 2 3 4 خرزات اهما. تمام. ونعمل العقدة ونشد. تمام. هنمشي الدور كله كده خماسي على 1. احنا معانا الخيط طالع من خرزة، هنخش في الخرزة اللي جنب منها وهنحطه 3. هنحطه 3. احنا معانا 2 هنحطه 3، ونمشي السطر كله كده. الخيط هيبقى طالع من خرزة، ندخل في اللي قبل منها ونحطه 3 لحد ما نوصل لاخر عقدة، ونرجع لكم بعد اما نخلص الصف ونرجع لكم. خلصنا كده سطر الخماسي على 1. احنا طبعا فضلنا نحطه 3 3 3 لحد ما وصلنا لاخر خرزة. عايزين نكمل بقى السطر مع بعضه. دخلنا في الخرزة اللي هي النايمة والخرزة العمودية، كده بقى معانا 3 على الخيط. هنبدأ نحط 2 علشان نقفل السطر. تمام. ونشده جامد علشان خاطر السطر يبقى متين معانا كده. ما تنسوش يا حبايبي يا اصحابي تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله. بعد كده السطر اللي بعد كده بقى هنحتاج ان احنا نلم الشغل شوية بقى. عايزين نلم بقى علشان نقفل الفانوس. هنعمل هنعمل خماسي على 2. خماسي على 2. هنشد بقى السطر ده، يبقى يعني هيلم معانا الشغل خالص، بس هيبقى يدينا زي ما السطر هيبقى يعني متني كده شوية. ما تقلقوش خالص، هو مع اخر غرزة هيتظبط، بس السطر ده عايز شد جامد 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 يعني ما شاء الله، يعني عشان يتظبط. تمام. احنا كده هيبقى مثلا اللي هو هنشتغل السطر يعني بينك وابيض وبينك، بينك وابيض وبينك. بس انا بعد كده يعني هرجع ان انا مثلا هعين البيضة دي، هقول لا مش هتعجبني البيضة دي اللي هي الابيض ابيض وبينك، لا مش هتعجبني. هعينها تاني اللي هي الخرزة البيضة دي، واحط هخلي الخرز كله بينك، وهكمل السطر اللي هو خماسي على 2. وهتيجوا في اخر خلاص هتلاقوا كله بنك ان شاء الله كده، وهنجيلكم ان شاء الله بعد ما نخلص كده. طبعا بعد ما خلصنا السطر كله بنك خالص اهوت. انا دخلت الخيط في الخرزة النايمة الخرزتين النايمين، وهندخل كمان في الخرزة اللي هي الواقفة البنك دي برضو. كده احنا بقى معانا 4 على الخيط. هنحط خرزة بنك، وكده الخيط معانا يعني بقى صغير، عايزين نزود الخيط. طبعا الخرز اللي هو البنك ده طبعا يعني خرمه ضيق خالص، فاحنا هندخل الخيط قبل ما نعمل العقدة، وهنعمل العقدة كده وننضف الشغل، نتوه الخيط في الخرز اللي من قبل كده، وكده يعني نظبط الشغل ونضيق ونعمل العقدة ونشد جامد 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 علشان خاطر الشغل يبقى متين معانا ويبقى كويس معانا كده. نطوي بقى الخيط في الخرز اللي قبل كده، وبعد كده هنشتغل الدور التاني. الصف التاني هيبقى عبارة عن رباعي على 1. رباعي على 1. احنا عملنا السطر ده قبل كده، هعمله مع نفسي عشان خاطر وقت الفيديو، ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده.
حبايبي بعد ما خلصت الدور اللي هو الرباعي على واحد كده، احنا جينا في آخر غرزة خالص اهوت، الخيط طالع معانا من الخرزة البيضا، هنخش في الخرزة البنك اللي تحت منها، النايمة اللي من الصف التاني اللي تحت منها، والخرزة البيضا، ونقفل السطر بخرزة. احنا كده معانا 3 على الخيط، هنخش بخرزة بينك ونقفل السطر ونشد جامد ونشتغل السطر اللي بعد كده. هيبقى عبارة بقى، عايزين نقفل الفانوس خالص بقى علشان الايد، هيبقى عبارة عن خماسي على 2. الخيط طالع معانا اهوت من الخرزة دي، هنخش في الخرزة اللي تحت منها خرزة. تمام، هو كله تحت منه خرزة، بس احنا هنعمل يعني من يم ايدينا اليمين ان شاء الله. هنخشوا ب3، يبقى ترتيبهم ابيض وبينك وابيض. تمام، ونعمل العقدة ونلم الشغل كده علشان خاطر نعمل بقى ايد الفانوس. وهنخش برضو في اللي بعد منها، الخرزتين اللي بعد منهم النايمين. تمام، و نحطه 2 علشان هيبقى معانا كده على الخيط 3 خرزات، 1 2 3. هنخش بواحدة بينك وواحدة أبيض، ونكمل الشغل بقى على كده. احنا خلصنا الدور اللي هو خماسي على 2، وفاضل معانا آخر غرزة. هنخش الخيط طالع معانا من البيضة، هندخل في الاتنين البنك اللي هما النايمين من السطر اللي قبل كده، وندخل في البيضة اللي هي الواقفة، وكده يبقى معانا 4 على الخيط، 4 خرزات على الخيط. هنحتاج واحدة علشان خاطر نكمل الدور الخماسي على 2. خدنا البنك وعملنا العقدة. تمام، كده الفانوس انتهى معايا، وكده خلص هو ب6 خرزات. انا دايما بحب ان هو يخلص يعني بعدد زوجي بالخرزات من فوق، علشان خاطر الايد بتاعة الفانوس اما بنيجي نعملها ما تبقاش اللي هي مميلة يعني من جنب وجنب، لا. تمام، احنا كده بنمتن الشغل بتاعنا، بنخشه بالخيط اللي كان باقي معانا في يعني الخرز، نتوهه علشان خاطر الشغل يبقى متين معانا. عايزين بقى نعمل العليقة بتاعة الفانوس اللي هي الايد بتاعة الفانوس كده. اخر خرز احنا مدخلينه اللي هو البنك، هنخش بواحدة بيضة، واحدة بنك، واحدة بيضة، واحدة بنك، واحدة بيضة، وواحدة بنك. انا بحب اعمل الايد طويلة شوية، فحطيت فيها يعني 14 خرزة، 15 خرزة، علشان كان الخيط الخرز هينتهي معايا ببنك، فحبيت احط بيضة كمان علشان خاطر يبقى منتهي معانا خرز. بدأت احط واحدة بيضة واحدة بنك، واحدة بيضة وواحدة بنك، وما شاء الله دخلت بقى في آخر خرزة وعملت العقدة بتاعتي. تمام، ومتنت الايد كده وظبطت الدنيا كده في الفانوس، وما شاء الله تنسيق الفانوس طلع جميل جدا 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 ما شاء الله. وادي بقى فانوسنا الجميل جدا جدا ما شاء الله، التنسيق طلع جميل جدا جدا وعجبني اكتر يعني من الاخضر ما شاء الله. وحطينا وحدة الصوت كمان. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم، وتكتبوا لي تعليق حلو منكم كده يا حبايبي، ويعني تقولوا لي ايه رأيكم، ولو عايزين اشكال تانية من الخرز في الفوانيس اعمل لكم. شوفوا ما شاء الله متانة الشغل ومتنة الشغل ما شاء الله، يعني حاجة جميلة. وما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.